يا ترى هيونداي الانترا اتش دي حلوة زي ما الناس بتقول؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعين الكرام، يا رب تكونوا بخير. برحب بكم في فيديو جديد ان شاء الله. الفيديو ده هنتكلم عن هيونداي الانترا اتش دي. الانترا اتش دي عربية بتصنف كومباكت سيدان مدمجة. العربية موجهة في حتة الاقتصادية ومتوفرة بأربع فئات. تقدر تشوف أسعارهم من خلال موقع، هتلاقي هسيب لك لينك الموقع في الوصف. هيونداي الانترا اتش دي في التصميم الخارجي بتتميز بفوانيس اماميه ضخمه وشبكه فيها كروم، وكمان فيها عتب شكله حلو وسبويلر خلفي، والعربيه جايه بتصميم شكله رياضي شويه وناس كتير هتكون حباه. التصميم الداخلي للعربيه شكله مقبول، ولكن خامات العربيه كلها رديئه جدا. الخامات جوه العربيه كلها بلاستيك، والمشكله مش ان هو بلاستيك، لا، المشكله انه البلاستيك اللي فيها رديء. وكمان الكراسي خامتها مش حلوه، والتقفيل بتاع العربيه غير جيد. مساحات الجلوس جيدة في الأمام، تقدر تاخد الوضع اللي يناسبك، ومساحة الجلوس الخلفية جيدة، تاخد شخصين بشكل مريح، ولكن ما تاخدش شخص تالت في النص بسبب وجود نفق فتيس عالي. مساحات التخزين قدام جيدة، ومساحة التخزين في الخلف مفيش أصلا. ومساحة الشنطة الخلفية حوالي 400 لتر، وباب الشنطة بيفتح بزاوية ممتازة. مساحات الرؤية في العربية ممتازة. مساحة الرؤية الأمامية جيدة جدا، ومفيش فيها قوايم بتعوق للرؤية، ومعاك كمان مرايات جانبية كبيرة تقدر تشوف الطريق بشكل ممتاز. ومساحة الرؤية الجانبية والخلفية ممتازة جدا. طيب، هيونداي الانترا اتش دي شغالة بموتور 4 سلندر 1600 سي سي، تنفس طبيعي مش تربو، بيطلع قوة 121 حصان وعزم 156 نيوتن متر، متوصل بفتيس اوتوماتيك عادي 4 سرعات. والعربية بدفع أمام العجلات. أرقام الأداء للعربية من 0 ل 100 في 11 ثانية، والسرعة القصوى 190 كم في الساعة. أداء الموتور جوه البلد أداؤه متوسط، وبتحسن على الطرق السريعة بشكل كبير. موتور بيحب الجري، ولكن العربية مش راضية بالشكل اللي في خيالك، بس وقت ما تحب تجري بيها هي هتجري معاك، مش هتقول لأ. وأداء الفتيس هو فتيس أوتوماتيك عادي 4 سرعات، جاي يقدم لك الاقتصادية، مش بتاع جري. أداؤه مش ذكي بما فيه الكفاية، ولكن هو فتيس عادي مفهوش أي مشاكل. ثبات العربية جيد جدا. العربية بتديك ثبات ممتاز، تقدر تنور بيها على الطرق السريعة بشكل ممتاز، وتقدر توصل بيها لسرعات عالية، وتاخد بيها ملفات على سرعة وما تخافش منها. ومستوى الراحة في العربية نقدر نقول عليه جيد. العربية بتمتص النقر والمطبات بشكل كويس، ولكن كرسي العربية ناشف، مش هتحس معاه براحة كبيرة قوي. عزل العربية متوسط، بتسمع صوت الهواء من على السرعات المتوسطة وانت طالع، وبتسمع صوت الموتور لما تدوس عليه شوية، وصوت الشارع بتسمعه شوية برضه. العزل في العربية مش أحسن حاجة علشان خامتها وتقفيلها مش حلوين. تجهيزات الأمام في العربية موجودة في الفئة الأعلى تجهيزا بس، بتتوفر باتنين ايرباج واي بي اس واي بي دي، وشكرا. كان نفسي اتكلم اكتر من كده عن العربية، بس انا نفسي اتسدت والله، مش قادر اتكلم عن العربية تاني. شكرا ليكم على المتابعة، متنسوش لايك وشير للفيديو، وتسيبونا تعليقاتكم عن ايه الموضوعات اللي محتاجين نتكلم عنها الفترة الجاية، وكمان تتابعونا على يوتيوب وفيسبوك وتيك توك، هسيب لكم اللينكات في الوصف. مع السلامة.